رب العالمين سبحانه وتعالى يرحم وينصر ويعز، لكن علينا نحن أن نكون مع الله سبحانه وتعالى. علينا أن نكون مع الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وصيتنا لإخواننا أن نوحد صفنا، أن نكون مع الله، أن نستعين بالله سبحانه وتعالى، أن نأخذ بأسباب القوة. يعني الوضع السوري ليس كبقية البلدان، أشبه ما يكون بليبيا، بل هو أصعب وأشد وأخطر. طيب أنا أشكرك الشيخ داعي الإسلام الشهال مؤسس التيار السلفي بلبنان، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة القيمة. معي اتصال آخر من أبو فيصل عن المشرف على أو غرفة أنصار آل محمد صلى الله عليه وسلم وغرفة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لدعوة الرافضة على البالتوك. أبو فيصل معي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخوي رياض، وحيا الله الشيخ الكريم يوسف الأحمد. الله حياك الله. الله يبارك. طبعا اعلموا أولا لو نجحت هذه الثورة الشعبية الآن في سوريا لوجب على السوريين وضع تمثال في وسط كل عاصمة سورية لقناة صفا الفضائية نظير هذه الوقفة. نعم. حيث الآن يعني لا يقف مع الشعب السوري إلا قناة صفا وقناة وصال فقط. هذه بداية. نعم. أخوي رياض وشيخنا الحبيب يوسف، طبعا يلاحظ على هذه الثورات أنها قامت على الأنظمة العسكرية التي وصلت إلى الحكم طبعا عن طريق الدبابات والانقلابات، والتي الآن ثبت فشلها لنصف قرن مضى، وما نراه اليوم في سوريا شاهد. يعني نظام قمعي ديكتاتوري وصل للسلطة عن طريق انقلاب عسكري وخطف البلد وأعادها إلى الوراء طبعا قرون كثيرة. وأنا أحيي الشعب السوري لأن ما يقوم به الآن هذا الشعب المناضل يعني قمة الشجاعة. يعني تخيل مع قوة هذا القمع وهذه السطوة العسكرية يأبى الشعب السوري إلا أن يكون له كلمته، ومن حقه يا أخوي رياض. نعم. لأن الشعب السوري الآن يريد حق تقرير المصير من هذا النظام المجرم الذي عسكر البلد. طبعا سقطت شماعة إسرائيل، لأن إسرائيل الآن كما سمعنا الشيخ وكما قرأنا في المواقع الإلكترونية تصلي إلى الله من أجل بقاء هذا النظام. سقطت أيضا ورقة العروبة التي يدندن عليها النظام، لأن البلد الآن مفتوح على مصراعيه لإيران وللقومية الفارسية، لدرجة أن أهالي يعتقد حمص أو أحد مناطق سوريا يقول أو يشتكون يقولون لا يوجد بيننا شيعة، لما تبني الحسينيات عندنا. أيضا يعني يبقى هناك أوراق، طبعا هذه الأوراق سقطت، لكن يبقى هناك أوراق ما زال البعثي يتمسك بها، منها الورقة الإعلامية. وهنا أنا أقول سقطة كبيرة جدا 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 لقناة الجزيرة. يعني لماذا قناة الجزيرة لم تقوم بقطع برامجها كما فعلت مع الثورة المصرية المجيدة؟ أبو فيصل يعني معذرة ليست فقط قناة الجزيرة، سواء قناة الجزيرة أو حتى قناة العربية، بما أنها رائدة في الإعلام، بما أنها في رأس الهرم الإعلامي العربي. نحن نقول سقطة كبيرة لهذه القناة. نعم. وهذه فرصة للقنوات الأخرى على فكرة لسحب البساط من تحت قناة الجزيرة. الجزيرة لم تقم بقطع برامجها كما فعلت مع الثورة المصرية. أنا أخشى ما أخشى، وهنا أعلق الجرس أمام ملاك قناة الجزيرة. أنا أقول أخشى أن تكون الجزيرة فعلا مختطفة. نعم. من قبل الرافضة. لماذا؟ هذا كان لأنه رأينا واضح جدا في الثورة الإيرانية التي قامت في إيران وأمام هذه الثورة السورية. أنا أخشى أن يكون كبار المدراء في قناة الجزيرة يدعمون النظام النصيري بشار الأسد والنظام الاثني عشري في إيران اللي هو نظام الملالي. طيب أبو فيصل بعد تكرمك، يعني بما أنك مشرف على غرفة أنصار آل محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك نعم. مشرف على غرفة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، مشرف من عدة مشرفين طبعا. نعم. يعني فيكم الخير والبركة، لكن كيف ترى دعم الرافضة يعني هذا النظام البعثي، كيف تراه حاليا الآن على الواقع؟ يعني أنا أقول كلمة أخوي رياض، لو سقط هذا النظام البعثي في سوريا الآن أو الذي اختطف سوريا لضربت إيران في مقتل من جهة، وضرب حزب الله الذي اختطف لبنان في مقتل من جهة أخرى. نعم. لأن هذا النظام يشكل حلقة الوصل ما بين طهران وبيروت. فأنا بل أقول 3/4 الضغط الذي يمارس دوليا وإقليميا على أمة محمد عليه الصلاة والسلام سينتهي مع انتهاء هذا النظام الذي مهما فعل
نقول لها الآن يعني كنظام رجعي متخلف، أنا أقول لك كل تغيير في مصر، هذا التاريخ بيننا وبينهم، كل تغيير في مصر لابد أن يصل إلى سوريا. كل تغيير من يعني فتح مصر ثم أو من فتح سوريا أولا أو فتح بلاد الشام ثم فتح مصر، مرورا إلى قطز، مرورا إلى الظاهر بيبرس، مرورا إلى محطات تاريخية عظيمة. ما يحدث في سوريا لابد أن ينتقل إلى مصر، وما يحدث في مصر لابد أن يصل إلى سوريا. هذه حقيقة. النظام الإيراني ربما يقول أننا دعمنا الثورة في مصر، طبعا لم ينجحوا في هذا، وكذلك قالوا دعمنا الثورة في تونس، والآن يدعمونها مع الحوثيين في اليمن. فكيف تراهم الآن هم يقولون ندعم كل الثورات حتى يتم التغيير في البلاد العربية كلها؟ أخوي رياض، النظام الإيراني نظام استغلالي، نظام إعلامي استغلالي، يستغل أمثال هذه الأمور ليصل إلى مد نفوذه إلى هذه المناطق. وأنا الآن على طاري الحوثيين، أنا أقول الآن يجب على دولتنا وكل دول الخليج وكل مخابرات الخليج الآن العمل بكل جهد من أجل أن لا تقوم دولة كدولة حزب الله تقوم على حدودنا الجنوبية مع اليمن. الآن الحوثيين ربما يعلنون دولة، وهذا ما نخشاه بدعم إيراني يأتيهم من يعني الجزر الإيرانية التي تمتلكها إيران في أثيوبيا. يأتي من هناك السلاح وتدعم هذه الجماعات لإقامة دولة على حدودنا الجنوبية. أنا أقول يجب على دولتنا ويجب على كل دول الخليج، بل يجب على كل دول العالم الإسلامي العمل ضد هذا التوجه، وخاصة المخابرات العربية الخليجية. المخابرات الآن مطلوب منها دور فعال لمنع هذا الأمر أن يكون على حدودنا الجنوبية مع اليمن، وهذا مطلب إيراني، لأن إيران تحاول أن توجد موطئ قدم لها جنوب الجزيرة العربية كما لها خلايا في عدة بؤر. شكرا لك. شكرا لك. كان معي أبو فيصل من السعودية المشرف على غرفة أنصار آل محمد صلى الله عليه وسلم وغرفة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لدعوة الرافضة على البالتوك. شكرا جزيلا لك. كذلك أشكر الشيخ داعي الإسلام. فضيلة الشيخ، طبعا هناك مداخلتين كانت قيمة جدا للشيخ داعي الإسلام وكذلك أبو فيصل، لو يكون هناك تعليق. أحسنت. ولعلي أبدأ من الأخير. نعم. إيران لها مطامع مكشوفة ومعلنة. نعم. بإيران الكبرى، دولة إيران الكبرى. نعم. الصفوية المجوسية، وطبعا هم بخطة معلنة ومكتوبة ولعل الجميع اطلع عليها في خطتهم الخمسينية في الاستيلاء على دول الخليج كلها واليمن والشام والعراق، والحدود مرسومة ومعروفة. نعم. وهم الآن يعملون من خلال هذا الهلال الرافضي. ولا شك أن سقوط نظام بشار هو في حقيقة قصم لظهر المعسكر الإيراني، ومع الأسف الذي انضمت إليه بعض القنوات الإخبارية مثل الجزيرة، وهي الآن تدافع عنه وتقف معه. فالمسألة فعلا خطيرة، وينبغي على دول الخليج وأقول ينبغي على دول الخليج أن لا يبقوا متفرجين على مثل هذا الموضوع. نعم. بل ربما يكون لهم مواقف سلبية، بل إن المخابرات السورية الآن تعمل حتى في دول الخليج بطريقة مزعجة وفيه نفوذ وتدخل، حتى يعني في المساجد تزور بعض الناس، تزور بعض الشخصيات وتوهمهم بالتراجع عن المشاركة في دعم هذه الثورة. شيخنا، يعني الكثير من الناس يعتقد أن الإعلام هو إعلام فيه شفافية، فيه مصداقية، من خلال ما يراه في بعض الجوانب التي تسعى إلى تحقيقها بعض المنظمات، مثلا زي مثل قناة الجزيرة الآن، وتحدث عنها طبعا أبو فيصل. قناة العربية حينما تداخل أحد المداخلين وقال لماذا تقول قتلى، لماذا لا تقول شهداء، فقال هي سياسة للقناة. نعم. كيف تعلق على هذا الشيء؟ يعني هذا الكيل بمكيالين، وهو أمر معلوم ومعهود. وأنا أقول دائما لبعض هذه القنوات نحن لا نجني من الشوك العنب. لكني تعليقا على ذلك أنا أدعو القنوات الصالحة الطيبة، أدعو قناة المجد، أدعو قناة دليل، أدعو بقية القنوات الإسلامية، قناة الناس، قناة الرحمة، وغيرها من القنوات النافعة الطيبة، أن يكون لهم حضور، أن يكون لهم مشاركة، أن يكون لهم نشر، أن يكون لهم نصرة. أيضا حتى بعض المواقع الطيبة النافعة الإخبارية في الإنترنت وفي المواقع، أدعو الإعلاميين المثقفين المؤثرين في الساحة الإعلامية أن يكون لهم شيخ. يعني ذكرت قناة إسلامية، قناة المجد وقناة الرحمة وقنوات كثيرة جدا، يعني هم كأنهم مغيبون عن هذا.
يعني الكثير من القنوات، حتى القنوات الإخبارية المعروفة بثقلها الإعلامي، هي تعتمد أساسا على تصوير سواء الكاميرات الحية أو حتى تصوير الجوال مثلا. هي فقط عليها أن تدعم هذه الصور وتلقي بها في قنواتها. أين هم فضيلة الشيخ؟ نعم، أنا أقول قناة المجد لها مشاركات، لكن ليس على مستوى قناة المجد. مستوى قناة المجد المفترض أن يكون لها مشاركة أكبر وحضور في الساحة وتأثير، وأن تكون برامجها حية ومتفاعلة مع حتى لا يظن فيها ربما. لا، بغض النظر حتى لا يظن، نقول هذا واجب شرعي. نعم. وهذه نصرة واجبة، وإنما المؤمنون إخوة، ولا بد من التحرك في الموضوع. وإذا لم ننتصر الآن متى سيكون العمل؟ نعم. وبقية القنوات مع الأسف الشديد في ضعف برنامج أو برنامجين أو مشاركة، هذا ما يكفي، بل ينبغي أن نكون على مستوى الحدث، وأن تكون المسألة بالساعة أو بشكل يومي، مشاركة ودعم وتحريك ودفع وتأييد وتوضيح، حتى نكون فعلا مؤثرين وننتبه إلى الخطر. حتى قناة BBC الآن بدأت تتراجع وبدأت تنضم إلى معسكر العربية والجزيرة. نعود شيخنا لقضية الاعتقالات، يعني هناك أسماء طرحت نعم. للمعتقلين، وربما القنوات السورية لا تكشف عن أسماء المعتقلين. هم يعني أسماء المعتقلين ليست أسماء رنانة معروفة، هي أسماء من الشعب. يعني مثلا عدنان طه أو حسان منعم أو صلاح هارون أو عدنان، ليس هي أسماء منظمات معينة أو أحزاب معينة، هي أسماء من يعني من وسط سوريا، من الشعب السوري، من المواطنين السوريين، ليست هي أسماء منظمات معينة. بينما هي تقول في قنواتها والقنوات المحابية معها هي منظمات وعصابات. النظام السوري والمخابرات السورية والأجهزة الأمن فيه تمتهن الكذب، لا يوجد لها نظير يعني في الكذب والمراوغة واللعب. وحنا لأننا شاهدنا وشاهد الجميع كيف يتعاملون مع المجتمع ومع الشعب بالإذلال والإهانة والابتذال، وأن الشعب لا كرامة له. ولعل الجميع شاهد ما يفعله أحد رجال الأمن حينما فيما يظهر أنه لم يستجب فأهانه وأذله، وهذاك يكاد أن يركع له ويقول أنا لست بمستواك ولا أستطيع أن أفعل شيئا، وأنا مستعد لما أفعل لما تريد، وهو لم يفعل شيئا. وفي الشارع العام والسيارات تمر، ثم يأمره بخلع ثيابه قطعة حتى لم يبقى عليه إلا ما يستر العورة المغلظة، ثم أمره أن يخلعه. وهذا كله مصور، وهم الذين كانوا يصورونه، ثم كانوا يتضاحكون وتخرج هذه الضحكات، ثم يأمرون بالمغادرة، والناس تخاف حتى ما تستطيع أنها تقف في هذا الطريق وتشاهد. فنقول الوضع يعني هذا إرهاب أكثر من الإرهاب، وقائم على الكذب وعلى العدوان وعلى البغي من خلال هذه الطغمة الظالمة الباغية في سوريا. وأنا ودي أنك توسع صدرك علي يا شيخ رياض، ودي أوصل هذه الرسالة بشيء من الهدوء. الرسالة إلى الجيش السوري. نحن نعلم أن في تونس وفي مصر وقف الشعب التونسي، الجيش التونسي والمصري مع الشعب. نعم. أو وقف في البداية محايدا ثم انضم لحمايتهم. نعم. أما أن يتحول الجيش إلى جهاز مخابرات ويقمع ويضرب ويبغي، فهذا خطأ جسيم ينبغي التنبه له. الأمر الثاني قضية شرعية، قضية عظيمة موجهة إلى رجال الأمن، موجهة إلى كتاب التقارير من المخابرات أو من المتعاونين المتزلفين، وقد يكون بعضهم منتسب إلى السنة أيضا، وإلى الجيش. فنقول اتق الله اتق الله اتق الله، إياك أن ترمي برصاصة على مسلم، فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال